بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في حياتنا مع ربنا المفروض نخضع كل الظروف من أجل ربنا. في حياتنا مع ربنا المفروض نخضع كل الظروف لأجل ربنا، مش يبقى الظروف الأول وربنا في الآخر. يعني مثلا لما نسأل حد نقول له أبقى تعالى القداس في اليوم الفلاني، يقول لك حسب الظروف. نسأل حد تاني نقول له بتصلي في البيت، يقول لك حسب الظروف. بتقرأ في الكتاب المقدس، يقول لك حسب الظروف. فبالتالي أصبحت الظروف هي فوق الإنسان وفوق العلاقة مع ربنا. ما يصحش أبدا إحنا كمسيحيين إننا نعيش حسب الظروف وتحت الظروف. ليه؟ لأن ربنا إدانا القوة إننا نعيش فوق الظروف، فوق ظروف الحياة مهما كانت. ربنا إدانا قوة إننا نتحكم في الظروف، مش الظروف تتحكم فينا وتسيطر علينا. شوفوا القديس بولس الرسول كإنسان آمن بالمسيح يقول إيه؟ يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. شوفوا كل حاجة أصعب من التانية، كل حاجة أصعب من التانية. شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف. ولا حاجة من دول كلهم تفصلنا عن محبة المسيح. ده احنا بيفصلنا عن محبة المسيح الشغل في البيت. يقول لك على بال ما خلصت شغل في البيت لقيت نفسي تعبان ولا تعبانة ما صليتش. أصلي يوم السبت مش عارف كان عندنا ضيوف وتأخرنا، أو شغل البيت كان كتير ونومنا متأخرين وما قدرناش نيجي القداس. أصلي إحنا يوم الحد رايحين مش عارف فين، أصلي مش عارف إمتى رايحين نزور حد، أصلي إمتى عندنا فرح. ظروف أي كلام يعني، مش ظروف اللي اتكلم عنها القديس بولس الرسول، لا ظروف أي كلام. ومع كده احنا بنبقى تحت هذه الظروف. يقول ايه عن هذه الظروف المرعبة القديس بولس الرسول؟ هل بيقول ان هذه هي ضيقات الحياة غير المحتملة والمفروض نتعامل معاها؟ لا، ما بيقولش كده. بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ولكننا في هذه جميعها، يعني كل الحاجات اللي فاتت دي، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني هننتصر على الظروف دي مهما كانت صعبة، مهما كانت صعبة. احنا مش بس منتصرين، ده احنا اعظم من منتصرين المفروض. قديس بولس يقول احنا تسلقنا هذه الظروف وارتفعنا فوقها. الظروف دي بقت تحتنا. جوع ايه وعري ايه وخطر ايه وسيف ايه وشدة ايه واضطهاد ايه، كله ده كلام فاضي. احنا تخطينا
وبقينا فوق كل الظروف دي. ازاي يا معلمنا القديس بولس الرسول؟ ده احنا لو شوية زعل كده ينكدونا لك معرفتش اصلي. ليه كنت متنكدة؟ حصلت مشكلة واتخنقت وما قدرتش اروح الكنيسة. يا معلمنا القديس بولس الرسول، ازاي تخطيت هذه الظروف؟ ازاي تخطيت هذه الظروف؟ يقول بالذي احبنا ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا، مش بقوتنا ولا قدرتنا ولا امكانياتنا ولا ذكائنا ولا محاولاتنا، انما بالذي احبنا، اللي هو قال قبل كده ايه؟ بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. في المسيح بس يمكن ان تكون حياتنا حياة نصرة. من غيره هو مش ممكن ننتصر، من غيره هو مش ممكن نتخطى الظروف. وزي ما بيقول القديس برضو بولس في رسالته إلى أهل روميا: إن كان الله معنا فمن علينا. لك الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ده هو يعني بذل ابنه الوحيد علشان خاطرنا، ودي أعظم شيء، أعظم حاجة. إزاي ما يديناش حاجات تاني كتير؟ إزاي ما يديناش نصرة؟ إزاي ما يديناش قوة؟ إزاي ما يديناش معونة؟ إزاي ما يخليناش نتخطى على هذه الظروف؟ هو اللي يقدر يساعدنا، بس هو كده مش يعني احنا نبقى كده في مستنقع كسل أو مستنقع تهاون، مستنقع تراخي ويدينا قوة. لا، مش هيدينا بالشكل ده. ده هو قال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. ربنا عايزنا نكلمه، عايزنا نطلب منه، لكن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. أقول له: يا رب عايز منك قدرة أني أتخطى الظروف، عايز منك معونة تسندني بيها علشان أعيش معاك. مش هيديني، بس تبقى طالعة من جوه، من القلب، مش من الشفايف. تبقى طالعة بثقة وإيمان، مش كده طالعة فيها تردد وفيها شك. بقول كده وخلاص. الظرف الوحيد اللي المفروض على أولاد ربنا إنهم يعيشوا فيه هو محبة ربنا ورحمة ربنا وقوة ربنا ونعمة ربنا. والظرف ده مش ممكن يتغير أبدا. ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. محبته ما تتغيرش، رحمته ما تتغيرش، قوته ما تتغيرش، نعمته ما تتغيرش. احنا عايزين نعيش في المحبة دي وفي الرحمة دي وفي القوة دي وفي المعونة دي. فحياتنا تحت حالة حب الله ورحمته وقوته ونعمته، بيها يمكننا أن نرتفع فوق كل ظروف الحياة الأخرى. لو تمسكنا بالمحبة وبالرحمة وبالقوة وبالنعمة هنلاقي نفسنا بقينا فوق كل الظروف. لكن غصنا في الحياة بتاعتنا دي في مشاكلها وهمومها والأكل والشرب واللي راح واللي جه واللي عمل واللي سوى، يبقى هنلاقي نفسنا بعيد عن المحبة والرحمة والقوة والنعمة.
من دلوقتي يا أحبائي المفروض نتوقف عن التكلم مع الله على مشاكلنا وهمومنا، ونبدأ نكلم مشاكلنا وهمومنا عن ربنا. احنا في مشكلة نكلم المشكلة، نقول لا ربنا هيحلها، هم ربنا هيشيله، أنا واثق إن ربنا هيحل المشكلة دي، ربنا هيشيل الهم ده، ربنا هيتدخل. في مرة دكتور كبير محلل نفساني في الخارج قال إيه؟ قال إن الواجب الأساسي للكائن البشري هو أن يتحمل الحياة. الواجب الأساسي للكائن البشري للإنسان إنه يتحمل الحياة. ده واحد محلل نفساني بيقول المفروض على الإنسان أن يتحمل الحياة. طبعا الكلام ده يبدو إنه مؤلم إلى حد كبير، وفي نفس الوقت حقيقي إلى حد كبير. يعني حد يبقى معاه مشكلة استحمل، حد يبقى معاه مشكلة هام يقول له استحمل، وفي نفس الوقت هو عايش حقيقة متعبة، يقول لك استحمل لغاية امتى؟ في أمور، بعض الأمور في هذه الحياة ما فيش بديل عنها ولازم نتحملها. الإيمان بربنا مش معناه أننا نعيش حياة خالية من الصعوبات. مش معنى أن أنا واثق في ربنا وعايش في الإيمان إن حياتي تبقى خالية من الصعوبات. طب ما هو القديس بولس الرسول يعني ده كان يعني رسول عظيم، وربنا يعني كان بيديله إعلانات كتيرة يعني، ولما اداله شوكة في الجسد مرض قال له لا مش هشفيك لألا ترتفع من فرط الإعلانات. هو قال كده لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، يعني لألا كده يعني أضرب ضربة كبرياء من كتر الإعلانات اللي بيديهاني ربنا لا اداني المرض الصعب ده علشان أتضع وابقى مكسور. فحياة الإيمان مش معناها أن الحياة تبقى خالية من المتاعب. الحياة مش عملية سهلة، من الممكن أن تكون صعبة جدا، ولذلك من واجب الكائن البشري أنه يحتملها. ولكن إن كانت هذه هي كل القصة، ففي الواقع الحياة هتكون خشنة للغاية، هتكون صعبة مؤلمة متعبة. من وجهة نظر ربنا يسوع المسيح إن الواجب الأساسي للكائن البشري ليس في أن يحتمل الحياة فقط، بل أيضا أن يخضعها. المحلل النفساني ده بيقول المفروض الإنسان يتحمل الحياة. لا، المسيح بيقول مش يتحملها وبس، لا ده يخضعها كمان، يخضعها. لأنه كلمة ربنا بتقول إيه؟ هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. بالإيمان نغلب العالم، يعني نخضع كل الظروف، يعني نحتمل ونتحمل في انتصار. يعني مش مستحملين واحنا مغلوبين على أمرنا، هنعمل ايه غصب عننا، لازم نصبر، لازم نحتمل، لازم يعني نمرر الأمور. مش كده وبس، لا ده نحتمل واحنا منتصرين، مفيش مشكلة.
يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ده ربنا اللي عايزنا كده، ربنا اللي عايزنا كده. لو عملنا كده همومنا هتهون ومشاكلنا هتهون، لكن لو توقفنا عند بس نحتمل يبقى يعني كده الحمل تقيل، الحمل تقيل ومتضايقين ومتنكدين ومتنغصين لدرجة ان احنا نقول الحياة كده ما فيهاش حاجة حلوة، الحياة كلها مرة، الحياة مش عارف ايه، الحياة ايه. وفي ناس يقول لك يعني امتى الواحد يسيب الدنيا دي؟ واحد يقول لك لو لقيت الموت اشتريه. ده تعبير عن ايه؟ عن انه بالعافية مش قادر كمان يحتمل، عايز يسيب الهموم دي ويخلص بأي طريقة. وحد تاني يفكر يقول لك انا فكرت انتحر. فكر ليه ينتحر؟ عشان تعبان مش مستحمل، وطالما متوقف عند حد الاحتمال يبقى لازم يفكر في الانتحار وفي الخلاص من نفسه. لكن لو احتمل وانتصر على الظروف دي، لا، يقول لك الحياة لي الحياة مع المسيح والموت ربح. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طول ما ربنا معايا أنا في منتهى القوة، أنا في منتهى النصرة. هموم إيه ومشاكل إيه ومتاعب إيه وظروف إيه، كله ده يبقى تحت رجلي. ليه؟ لأن فكري ده في السماء على طول، فكري في ربنا على طول. فبالتالي الأرض دي وكل ما فيها تحت رجلي، تحت رجلي. ربنا اللي هو لينا ومعانا وشايف ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. ربنا ما بيربيش الناس العظماء في ظروف سهلة. اللي عايز يبقى عظيم ده مش بالسهل، مش بالسهل. اللي عايز يبقى ليه مركز مرموق مش بالسهل. اللي عايز وظيفة كبيرة ومركز في المجتمع مش بالسهل. فربنا لما يعمل شخصية عظيمة، لا، مش بالسهل، مش بالسهل. كأولاد ربنا يدعونا أن نحيا لا تحت الظروف بل دائما فوق الظروف. زي ما قال القديس بولس الرسول: قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. اتعلم أن يكون مكتفي باللي هو فيه مهما كانت الحياة معاه. أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يعني ماشي مع كل الظروف، محتاج مش محتاج، جعان شبعان، عطشان رويان، مضطهد مش مضطهد، مريض مش مريض. كل الظروف دي بالنسبة له درب نفسه عليها انه يجتازها ويحطها تحت رجليه. ويتكلم كمان ازاي هو ارتفع فوق الاحوال الصعبة والمزعجة في حياته، لدرجة يقول ايه: نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. شوفوا الثلاثة دول في منتهى الصعوبة. نشتم فنبارك،
مين بيتشتم وبيسكت حاليا؟ ده لو سكت وروح البيت يقعد يهري ويغلي، ازاي انا ما ردتش، ازاي انا سكت، ويبقى حاططها جواه وعايز ينتهز فرصة علشان يرد الشتيمة الصعصعين. انما القديس بولس الرسول ازاي انتصر؟ قال نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يعني ما فيش تذمر، يفترى علينا فنعظ، يعني في يتعرض لافتراء. شوف لما يجي حد تاني يفتري عليه، يعني يتبلى عليه، يقول لك ده قال كذا هو ما قالش، ده افترى، لك يفترى علينا فنعظ. بكل سهولة كده يا معلمنا القديس بولس الرسول يقول لك دربت نفسي، أنا دربت نفسي. الموضوع مش نمت وصحيت لقيت نفسي كده، لا، دربت نفسي إن لما حد يشتمني أباركه، حد يضطهدني أحتمل، حد يفتري عليا أوعظ. هكذا استطاع القديس بولس الرسول أن يرتفع فوق ظروف الحياة، بل أن يتعامل مع يحدث له لا أن يتأثر به، مش بيتأثر به. ليه؟ ما عندوش مشاعر، ما هو درب نفسه، هيأ نفسه لكده. بعد كده هيأ نفسه ليه؟ لأن هو بيبص للمكافأة العظمى، مش خسران، لأن بيبص للمكافأة العظمى اللي في السماء اللي هياخدها. امال ليه في الآخر قال جاهدت الجهاد الحسن؟ ما هو الجهاد دي محاولات مع نفسه ان يمرر الامور دي. جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. لخص حياته في الثلاث عبارات دول، تلخيص لحياة القديس بولس الرسول: جاهدت، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا واخدين بالكم؟ يعني في نهاية حياته وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. ومش لي أنا وبس، قال لك بل لجميع الذين يحبون ظهوره. مش لي أنا بس، لكل واحد يعيش الحياة دي. أي إنسان عنده استعداد، أي إنسان يدرب نفسه، أي إنسان يوصل لهذا المستوى. في واحد كده يعني شهد شهادة قوية تشجع واحد مسيحي يعني محدش يعرفه، إنما بيشهد بالكلمات إزاي ربنا ساعده عشان يرتفع فوق ظروف الحياة. فيقول إيه؟ بيقول الله لن يضيع شيئا إن أعطيناه فرصة ليخلصه هو. ليس فقط مخلصا لخطايانا، بل أيضا هو مخلص لظروفنا. لن يضيع مشكلة واحدة، حزنا واحدا، دمعة واحدة. إلهنا إله خلاص، وهو يقف أمامنا دقيقة بدقيقة، يدعونا لنعطيه حزننا، لنعطيه ألمنا، لنعطيه خيبة أملنا، ونثق أن منها سيصنع شيئا مفيدا، شيئا خلاقا من كل مآسي حياتنا. ربنا هيعمل ده كله، بس في الأول قال إيه؟ نديله فرصة. نديله فرصة يعني إيه؟ يعني نسلم له الإرادة، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أصل ممكن أقول له طب ما فرصة ربنا معاه، ربنا مدينا معاه قدامه لا، الفرصة إن أقول له يا رب لتكن إرادتك
لما افتح الباب يقول لي ها انا ذا واقف على الباب واقرع، اقول له اتفضل يا رب، استل سيفك وانجح واملك. لما اسلم له الحياة مش هيسيبني ولا في مشكلة ولا في حالة حزن ولا في دمعة تنزل من عينيا، هيقف معايا دقيقة بدقيقة. حتى لو ما شالش الحاجات دي كلها هيبقى مديني راحة وسلام وطمأنينة يبقى الحاجات دي موجودة وأنا مش حاسس بيها، أنا مش تعبان منها. وده اللي قاله القديس بولس الرسول: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. حاجة غريبة، يعني حاجة غريبة. قال لك مكتئب في كل شيء لكن مش متضايق. يعني في حاجات في حياة الآباء الرسل كانت تجيب الاكتئاب ومع كده مش متضايقين. متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين. يقعدوا محتارين في أمور كثيرة لكن ما فيش يأس، فيش يأس. مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا. المشكلة إن إحنا مش مدين فرصة لربنا. لو ادينا له فرصة هنبقى فوق الظروف. في واحد عالم زمان اسمه أرشميدس قال ايه؟ قال اعطيني نقطة ارتكاز وبعتلة احرك العالم. نقطة ارتكاز كده يعني، نقطة ارتكاز وبعتلة سأحرك العالم. واحد عالم قال كده. اللي ما قدرش ياخده أرشميدس ربنا أعطاه لقديسيه، أعطاه لأولاده. أعطاهم إيه؟ أعطاهم نفسه. الله هو فقط نقطة الارتكاز، هو السنتر، هو المركز. العتلة اللي ادهنا ربنا هي الصلاة. الصلاة اللي بيها نحرك الدنيا، الصلاة اللي بيها إيليا خلى السماء تمطر، الصلاة اللي إيليا خلى بيها السماء تبطل مطر، الصلاة اللي خلت إيليا ينزل نار من السماء على القائد وال50 اللي معاه والقائد اللي وراه وال50 اللي معاه. الصلاة هي اللي خلت حنة أم صمويل تنجب. يقول عنها الكتاب صلت صلاة وبعد كده ربنا اداها. عشان كده ربنا بيقول صلوا كل حين ولا تملوا، تعقلوا واصحوا للصلوات، اسهروا وصلوا. ليه ربنا بيأكد؟ لأنه هي دي اللي بتحرك الدنيا. نقطة الارتكاز هو ربنا يسوع المسيح، هو اللي في المركز. العتلة اللي نحرك بها الدنيا كلها الصلاة. جبل المقطم ايه اللي حركه من مكانه؟ الصلاة. كل المعجزات اللي في الدنيا، اي قديس من القديسين، اي نبي من الانبياء عمل المعجزة ازاي؟ بالصلاة، هي اللي تحرك. عشان كده ربنا ادى اللي بيحبوه وبيعيشوا معاه انهم يحركوا العالم ويستمروا في تحريكه الى نهاية الزمن. في المسيح لديهم القوة انهم يعيشوا لا تحت ظروفهم بل فوق الظروف. احنا نتلكك بقى، يعني الظروف كلام فاضي، كلام فاضي. ممكن عشان خاطر هتصحي الصبحية عندي خبيز ما تصليش، تلاقي صحيت بدري عشان اخبز.
اصل النهارده يوم النظافة، ويوم النظافة ببقى مهدودة، ما قدرتش اصلي بالليل. ياه ياه، للدرجة دي نبيع المسيح ونستهين بيه؟ الموضوع المهيمن على إيماننا الأرثوذكسي هو التمجيد والتسبيح. كل قداس في الكنيسة بتاعتنا بيسبقوا التسبيحة، مفروض يبقى فيه تسبيحة. ده الموضوع الأكبر في العبادة الأرثوذكسية بتاعتنا. في العهد الجديد، العهد اللي احنا عايشينه ده عهد النعمة، بنلاقي ايه؟ بنلاقي فيه محن، وبنلاقي فيه ضيقات، وبنلاقي فيه تجارب، وبنلاقي فيه آلام، وفي أرواح شريرة، وفي صليب. المسيح إن كان أحد لا يحمل صليب ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. لكن كل ده مصحوب دايما بتمجيدات، لأن ربنا يسوع المسيح أخذ كل ما هو سيء في الإنسان وانتصر عليه، وقال لنا كده: في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما عادش الصليب هو اللي ليه الكلمة الأخيرة، بل القيامة. ما كانش الصليب هو النهاية، لا، بعد الصليب كان في قيام. لم يعد الموت له الكلمة الأخيرة، بل الحياة. المسيح مات على الصليب ودفن، ما كانش دي النهاية، لا، كان في حياة تاني بعد القيام. هو ده الإله اللي احنا بنعبده ولا نعرف آخر سواه. بعد الصليب في قيامة، بعد الموت في حياة. هو ده ربنا يسوع المسيح اللي بنؤمن بيه، اللي احنا المفروض نعيش له ونتمسك بيه ونثبت فيه. لو قلت لك دلوقتي ايه رأيكم؟ هتصلوا؟ هتحضروا قداسات؟ هتقروا الكتاب المقدس؟ هتيجوا الاجتماعات؟ هتهتموا بكلمة ربنا؟ لو قلتوا ده حسب الظروف يبقى دي هي المشكلة الصعبة اللي قدامنا. لكن لو قلنا لا، أسيب اللي في إيدي وأصلي، أسيب اللي في إيدي وأروح الكنيسة، أسيب اللي في إيدي وأحضر الاجتماع، أسيب اللي في إيدي وأقرأ كلمة ربنا، يبقى إحنا كده تخطينا الظروف. المشكلة الأساسية قدام أي حد يقولك ما بقدرش أصلي غروب ونوم، بصلي باكر بس. وفي ناس يقولوا بنصلي غروب بس ومش بنصلي باكر. اللي بيصلوا باكر بس ما بيصلوش غروب ونوم، يقولك أصلي على آخر اليوم الواحد بيبقى فصل، ما بقدرش يصلي. لكن لو أنا أتخطى الظروف وقبل ما أفصل وأرهق وأتعب التعب الشديد اللي ما بيخلينيش أقدر أصلي، وأبدأ أصلي كده في أول عشية 6 7 8 9 بدري ومركنش الصلاة، هقدر أصلي. اللي بيصلوا نوم بس ما يوصلوش باك يقول لك أصل إحنا يا دوب بنصحى على الشغل، يا دوب بنصحى مش عارف على إيه. طب ما نعمل حسابنا في الصحيان ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة نصحى علشان نكلم ربنا شوية الصبحية ونبدأ يومنا بيه. لو احنا مسكنا في ربنا هنتخطى كل هذه الظروف. ربنا يدينا نعمة ونثبت فيه عشان يثبت فينا، ونتمسك بيه عشان يتمسك بينا. له كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.